تم إنهاء وضع الغيبوبة بنجاح. الحمد لله على السلامة. مرحبا بك في عام 2060. تم تحديد الوجه بنجاح من خلال قراءة الأفكار. التكلفة 20 كوين. هل توافق على خصم المبلغ من سوارك البنكي؟ موافق. أيوة موافق. يا ابني أنا حاسس إني في حلم ما بفوقش منه. إيه اللي حصل للدنيا؟ حتى القهوة جاتلي من غير ما أفتح بقي ولا أطلب. الحمد لله على السلامة يا بطل. الزمن ما بقاش بيستنى حد. القهوة دي اتعملت وجاتلك لأن النضارة عملت مسح سريع معدل السكر والضغط في دمك، وأرتم محتاج تفوق، وبعت الأوردر للمقهى قبل ما تدخل أصلا. طيب والناس اللي ماشية تلوح بإيديها وتكلم نفسها في الشارع دي؟ أنا أول ما فايت كنت فاكر نص الكوكب اتجنن لحد ما لبست النضارة دي وشفت الشاشات اللي هم شايفينها. دي بقت حياتنا دلوقتي. كل واحد عايش في فضاءه الرقمي الخاص، بس في نفس الوقت متصلين ببعض أكتر من زمان. النظام الجديد ريحنا من حاجات كتير. بالمناسبة، شغلك القديم اللي كنت بتدرسه قبل الغيبوبة كمبرمج ومصمم، الذكاء الاصطناعي بقى بيعمله في كسر من الثانية دلوقتي. أمال أنا هشتغل إيه بقى؟ هقعد أتفرج على الروبوتات وهي بتشتغل؟ متقلقش، البشر ما بقوش بيعملوا الشغل الروتيني. وظيفتك الجديدة متسجلة على النظام باسم مشرف خيال. الذكاء الاصطناعي بيحتاج العقل البشري عشان يوجهه ويديله الأفكار والمشاعر اللي الآلة متعرفش تخلقها من العدم. انت بس هتتخيل والأنظمة هتنفذ. مشرف خيال؟ يعني شغلتي إني أحلم والآلة تبني؟ تصدق المستقبل ده طلع مش بطال خالص. تعال أوريك مكتبك الجديد، أو اللي كنا زمان بنسميه مكتب. هما نايمين؟ لا، هم شغالين. بص فوقيهم كده، الناس دي بتبني مدينة نيوم 4 دلوقتي بمجرد التفكير الذكاء الاصطناعي بياخد ترددات دماغهم ويحولها لواقع ملموس في موقع البناء الحقيقي في ثواني. انتي بتعملي كده ازاي؟ أنا بس بتخيل إنها بقت بالونة، وبعدين بتخيل إنها بقت حجر، والنضارة بتعدل الكورة قدام عيني. جرب كده. عمر، هو لسه في كتب؟ لسه في ورق وملمس حقيقي للحاجة؟ الورق بقى تراث وموجود في المتاحف، بس المعرفة بقت حرفيا في الهواء. لو حبيت تقرأ أي كتاب في التاريخ، غمض عينك واستدعي النسخة الأصلية. هتلاقي نفسك جوه الكتاب بتناقش المؤلف وتعيش الأحداث وكأنك جزء منها. تمام كده، أنا جاهز أبدأ أول يوم شغل كمشرف خيال. بس الأول خليني أتخيل إننا في 2026 ونطلب أكلة شعبية من اللي كانت بتتعمل زمان. تفتكر النضارة بتاعتك دي هتعرف تخليني أحس بطعم زمان؟ النضارة هتديك الطعم، والذكاء الاصطناعي هيظبط لك المود. يلا بينا نعيش المستقبل.